حبايب قلبي، النهارده هنعمل اكله حرشه حلوه قوي قوي. عملنا القرنبيط الجميل الحلو ده والقرمشه الجميله اللي انتوا سامعينها دي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. يلا بينا نشوف احنا عملنا القرنبيط المقرمش الحلو ده ازاي. عملنا اكله شعبيه جميله قوي النهارده، وعملنا البدنجان اللي مخلل حلوه وبطريقه حلوه. يلا بينا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. حاجه جميله جدا وتفتح النفس النهارده، وبعيش وبمخلل. يلا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. انا عملت يا جماعه البدنجان المخلل بطريقه حلوه، وعملت جنبها القرنبيط، جنب القرنبيط. وعند بتاع اللفت المخلل اهوت، لونه بامبي وجميل. ومع العيش النهارده اكلنا النهارده. عملنا فيديو خفيف وجميل. يلا بينا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. وطريقه البدنجان حلوه قوي وتفتح النفس، جميله وبالف هنا حبايب. يلا بينا نشوف احنا عملنا الفيديو الجميل ده ازاي، وبالف الف هنا. والقرنبيط مقرمش ما شاء الله ما شاء الله، زي بطاطس الشيبسي. تحفه يا جماعه، تحفه وبألف هنا. يلا نشوف الفيديو الجميل ده عملناه ازاي. يلا يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده انا هعمل بدنجان المخلل. وطبعا يا جماعة تجيبوا البدنجان الحلو ده اللي هو ايه، قلبه مليان لحمة ده، ما تجيبوش البدنجان الصغير قوي. تمام. وهعمل النهارده القرنبيط، هسلقه معاكم وهنعمله بطريقه جديده مقرمش حلو. وهيبقى اكلنا النهارده ايه، حاجه كده شعبيه حلوه تفتح النفس. انا كده حطيت ميه على النار للبدنجان. هحط فيها ايه يا حبايبي؟ هحط فيها واحده بنجر اهي، واحده بنجر متخرطه للبدنجان اللي هيتسلق. وهبدا بقى يا جماعه اشيل القمع بتاع البدنجان كده، واحطه في الميه دي. وهحط في الميه ايه بقى؟ هحط في الميه معلقه ملح ومعلقه هريسه والبنجر، لان الميه دي هتبقى هي اللي هنحط فيها البدنجان. اهو يا حبايبي الميه غلت كده بالبنجر. ما شاء الله اللون طبيعي اهو من عند ربنا. واهو ما شاء الله اللهم بارك. حطيت معلقه ملح وهبدا احط البدنجان. وهجيب كمان حته هريسه شطه، عشان انا عايزه الميه دي الميه اللي هستخدمها ان انا احط فيها البدنجان بالطريقه دي. وهغطي عليه واسيبه يغلي غلوتين. تمام. وهنبدا نسلق بقى القرنبيط كمان، ونعمل اكله شعبيه النهارده جميله جدا جدا جدا. هنشوف البدنجان المخلل بنعمله بطريقه حلوه يفتح النفس. يلا بينا نبدا ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اهو يا حبايبي كده بقى انا هحط معلقه هريسه كمان اهو، معلقه هريسه شطه كمان اهو، علشان البدنجان يبقى طعمه حلو وهو بيتسلق. ملح وهريسه شطه، وحطينا اللون بنجر عشان لون البدنجان يبقى حلو. تمام كده. هنسويه كله كده في الميه الحلوه بتاعتنا دي، الميه الجميله. شوفوا الميه جميله ازاي يا جماعه، هتخلي قلب البدنجان احمر وجميل. هنقلبه كده لحد ما يستوي، وبعد كده نشوف هنخلله ازاي. تمام. هنبدأ بقى نسلق القرنبيط كمان، ونعمل النهارده اكله حرشه جميله جدا جدا جدا. وبألف هنا حبي عيش ناكلها. مكرونه محمره ماشي، اللي انت عايزاه اعمليه، بس الاكل النهارده بصراحه ربنا بتفتح النفس. يا حبايب قلبي انا حطيت هنا ميه تغلي، وحطيت فيها حبه ملح، وهحط فيها حبه كمون صغيرين كده. تمام. وهنزل بالقرنبيط عشان يتسلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كده هنسلق القرنبيط، ونبدا بقى ايه، نحدق البدنجان ونقلي القرنبيط مقرمش وحلو كده. تمام كده. هنسلق القرنبيط سلقه حلوه محترمه كده. والبدنجان طبعا انا طلعته اهو، اتسلق وطلعته، سايباه يبرد بس قبل ما نخلله. اهو يا حبايبي، يا حبايبي انا كده هعمل الدقه بتاعه البدنجان. عندي معلقه هريسه، تمام، ومعلقه ملح، كله في الكبه كده. وعندي هنا نص راس توم، وعندي هنا فلفل اخضر، شطه برضو او بارد زي ما انت عايز. هحط كله على بعضه كده في الكبه، ونبدا نضربه كله مع بعض اهو. علشان دي الدقه بتاعتنا هعصر عليها كمان ليمونتين
دي الدقه بتاعت البدنجان بتاعتنا، تبقى زي العسل يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. الدقه بتاعت البدنجان بتاعتنا زي العسل، بسم الله ما شاء الله. تمام اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بالحلاوه دي، دقه 10/10 وريحتها جميله اهو يا حبايبي. كده القرنبيط خلاص اهو دخل في السوا اهو. بصوا يا جماعه ما تهرهوش قوي عشان يبقى ايه ماسك نفسه حلو ولسه هيتقلي. الطريقه الحلوه دي هنعمل القرنبيط المقرمش اللي تحب تاكليه بجد، يبقى تحفه حلو قوي. كده خلاص السلق هطفي عليه بقى ونسيبه يبرد، ونبدا نعمل له الخلطه بتاعته زي ما عملنا خلطه البدنجان اهو يا حبايب. قلب البدنجان كده برد خالص وفتحته. وهنا الدقه اللي انا عملتها معاكم اهوت، عباره عن فلفل اخضر وفلفل احمر وهرسه شطه وحبه كمون وحبه ملح والثوم. وهنبدا بقى نحط في البدنجان كده الدقه بتاعتنا الحلوه دي كده اهو، ونقفله ونعصر عليه ليمون بالطريقه الحلوه دي. هنعمل كله كده وفي الاخر هنعصر عليه ليمون. الدقه الحلوه دي بالطريقه الحلوه دي هخلصه كله ونرجع اهو يا حبايب قلبي. كده انا حشيته خالص جميل جدا جدا. وفي الاخر هعصر عليه ليمون كده بالطريقه دي. هعصر عليه الليمون في الاخر كده. الليمون ده يا جماعه في الاخر كده بيديله برقه حلوه وبيديله حفظ كمان جميل. بالطريقه الحلوه دي كله نعصر عليه الليمون بالطريقه دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. انا ايدي مبقعه بنجر من اللي انا قطعته كده اهو، وعصرنا عليه ليمون وحاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه تشهي جميله جدا 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 بالطريقه الحلوه دي. يبقى احنا كده عملنا احلى بدنجان مخلل. تمام، نبدا بقى نعمل القرنبيط اهو يا حبايب قلبي. انا هنا حطيت معلقتين دقيق وهحط عليهم معلقه نشا كبيره اهي. خلطه القرنبيط لازم يكون عليها معلقتين نشا عشان تتقرمشه. تمام. وهنا هحط حاجه بسيطه من الملح اهو، ذره بسيطه من الملح وحبه كمون اهو يا حبايب قلبي، حبه كمون. وعندي هنا خضره من الفريزر كنت مخزناها في الفريزر اهو، خضره جاهزه على طول، شبت وكزبره وبقدونس. تمام. هبدا هنا بقى ايه احط الميه واقلب. وعندي بيضه واحده، بيضه ما فيش غيرها. ليه بيضه واحده يا جماعه؟ البيض كتير بيزفره وبيفور في الزيت، فبيضه واحده هتحسن الطعم وهتحسن القلي، وفي نفس الوقت انت ما زفرتيش الا عندك اهي. بيضه واحده كده، حاجه اختصار خالص خالص خالص، حاجه جميله جدا جدا جدا. هبدا احط بقى شويه ميه واقلب الخلطه دي كلها مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبايب قلبي انا قلبت خلاص الخلطه. هنحط لها ايه بقى عشان تنفش القرنبيط وتطلعه منفوش من الزيت وحلو؟ حاجه بسيطه من الكربونات او معلقه بيكنج باودر، يا ده يا ده. تمام. وهنقلب بسم الله الرحمن الرحيم. كده الخلطه بتاعتنا جهزت للقليه على طول. تمام. يلا بينا على البوتاجاز نحمر القرنبيط. الخلطه دي جميله جدا يا جماعه، وبيضه واحده ما بتطلعلكيش القرنبيط زفر ولا بتخلي الزيت يفور عليكي، وفي نفس الوقت بتبقى القرنبيط مقرمش. البيض كتير بيطر القرنبيط، البيض كتير بيطري القرنبيط، بيطلع من الزيت طري، هتحس ان انت تتك عليه كده شارب زيت ومش مش مقرمش. انما بيضه واحده بتدي طعم حلو وفي نفس الوقت بتديك قرمشه القرنبيط. يلا بينا على الطاسه نقلي بقى القرنبيط اهو يا حبايب قلبي. انا حطيت الزيت على النار اهوت، الزيت خلاص سخن خالص. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هبدا بقى احط فيه، لا لسه شويه، القرنبيط. تمام. بالحلاوه دي. طبعا النشا اللي بتحطوه يا جماعه للخلطه، معلقه النشا دي بتخليه مقرمش. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. الطريقه الحلوه دي بسم الله الرحمن الرحيم. كده هتاكلي احلى قرنبيط مقرمش بالخلطه بتاعت ام حماده الحلوه دي.
وسهله وبسيطه، ولا بيض كتير. البيض كتير يا جماعه هقولها مره تانية، البيض كتير بيضطر القرنبيط بيطلع من الزيت مش مقرمش، بيطلع من الزيت كده طري خالص، مش طري مستواهش، لا مش مقرمش. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كده بالطريقه الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. اهو كده بقى هتعلي النار او تعملها وسط زي ما انت عايزه. انا عندي النار وسط مش عاليه قوي عشان تطلعهولك من الزيت متقرمش بالطريقه الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، هنحمر ونقلب اهو يا حبايبي. نقلب بقى بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بص اللون ذهبي جميل وفي نفس الوقت يبقى مقرمش معاكم. النار هاديه ما تبقاش عاليه قوي، تقرمشهولي بالطريقه الحلوه دي. كده تاكلي احلى قرنبيط مقلي بالطريقه الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل على النبي. طول ما انتوا بتصلوا على النبي يا جماعه وانتوا بتعملوا الحاجه بسم الله ما شاء الله بتطلع زي العسل، وبتطلع جميله جدا جدا وطعمها حلو عشان انتوا بتصلوا على الرسول وانتوا بتعمليها. كده بقى هنكمل تحميره ونرجع لكم بالحلاوه دي. اهو يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله. اللون ذهبي وجميل وفي نفس الوقت مقرمش، حلو قوي قوي قوي. هنكمل بقيه القلي كله ونرجع لكم. انا كده خلصت يا حبايب قلبي. عملت القرنبيط مقرمش والله يا جماعه، مقرمش زي ما تكوني قاليه بطاطس شيبسي. حلو قوي 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 القرنبيط. وعملنا البدنجان المخلل بطريقه حلوه قوي. وما تجيبيش البدنجان الصغير لان الصغير ده مفيش لحمه، ده تاكلي من قلبه لما تشبعي. وعند المخلل اللفت اللي انا عاملاه معاكم على القناه. بصوا لونه جميل ازاي. اكله النهارده تحفه. ومعاها العيش طبعا البلدي، معاها العيش الشامي زي ما انت عايزه، معايا العيش البلدي والشام زي ما انت. اكله حرشه جدا جدا النهارده وبالف هنا، وفيديو خفيف وجميل وهيفتح النفس وبالف هنا يا حبايب. بألف اللي يعجبه الفيديو يحطوا له لايك ويشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد من اختكم محمد. شفتوا الجمال. بدنجان المخلل تحفه. والقرنبيط مهما كنا منه ما بنشبعش لان القرنبيط فيها ماده يا جماعه الله اكبر الله اكبر بتمنع السرطانات والحاجات دي، القرنبيط والكرنب والحاجات دي. فاحنا ناكل نكتر منه طول الشتاء وناكل منه لانه مفيد جدا للجسم. وبألف انا سامعاه من دكتور، انا مش بفت، انا سامعاه من الدكتور. تمام. وبألف هنا يا حبايبي. حلو قوي الاكل النهارده وحرش وجميل. ومع العيش عايزه تعملي جنبه مكرونه محمره ماشي، تعملي مكرونه بالصلصه ماشي زي ما انت عايزه، لكن احنا بناكله بالعيش حلو قوي قوي قوي. وبألف هنا يا حبايبي. اشوفكم ان شاء الله بكل الجديد واترككم في رعايه الله. مع الف سلام.